إليكم أفضل مكان هجرة في العالم. ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على جنسية السويدي خلال السنوات الثلاثة الماضية، واحتل السوريون صادرا الترتيب هذا العام 2018. وقالت المصلحة الهجرية السويدية في بيان لها على موقعها الرسمي إن أكبر المجموعات التي احتفلت بحصولها على جنسية يوم العيد الوطني السويدي خلال أسابيع الجاري هم السوريين والصوماليين. وأوضحت المصلحة أن هناك زيادة مستمرة في عدد المواطنين جدد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنحت المصلحة 35,867 شخصا الجنسية السويدية في عام 2015، فيما وصل عدد إلى 55,420 شخصا في عام 2017. وخلال عامي 16 و 17 تضاعف عدد السوريين وعدم جنسية الذين حصلوا على جنسية السويدية، ويعود ذلك إلى زيادة كبيرة التي شهدتها السويد في عدد الطالب الجو من سوريا قبل بضع سنوات. ويشكل الصوماليين ثالث أكبر مجموعة بين الحاصلين الجدد على جنسية السويدية، ووصل عديد منهم إلى السويد عام 2007، العام الذي تلا إعلان إثيوبي حرب على الصومال، لكن حصولهم على مواطن السويدي تأخر حتى عام 2015. عبد القادر أبو، MM2، مقديشو.